الريل اللي فات قلت لو رجعوني للمبتدئ عبد الله اعمل خطه 7 ايام بسيطه والمهاره هتتفتح معايا. فالنهارده هشرح لك الخطه دي بالتفصيل، وصدقني لو طبقتها اسبوع واحد بس مستواك هيتغير للابد. الفيديو ده عملي جدا وهتشوفني جوه البرنامج وبنفس الخطوات اللي كنت هبدا بيها لو رجعت لسه. فيلا بينا نبدا الفصل الاول. اول يومين مش هتعلم ترانزيشنز ولا افكتات، علم كاتنج بس. فيلا بينا نشوف الموضوع ده عملي جوه البريمير. خلينا نبدا على طول ونخش جوه برنامج البريمير. اول ما هنفتح برنامج البريمير هنلاقيه بالشكل ده. ملحوظه بس يا جماعه، انا مش هشرح البيزكس بتاعت البريمير. يعني لو حد اول مره يفتح البريمير انا مش هقول له كل حاجه بتعمل ايه. يعني ممكن لو حد محتاج فيديو زي كده يا اما يخش سيرش مثلا بريمير بيزكس مثلا على يوتيوب او على اي حته، او لو حابين ان احنا نعمل فيديو بقى منفصل تماما ان احنا نبتدي ان احنا نشرح في بريمير، ممكن نعمل كده. بس هو الغرض الاساسي بتاعنا النهارده ان احنا نتعلم فيديو اديت مش نتعلم البريمير. طيب خلينا برضو نشرح سريعا. يعني انا هحاول كده القط كام حاجه كده سريعه ونشرحها على طول. اول ما هنفتح البريمير هنلاقيه بالشكل ده. احنا كل اللي يهمنا ان احنا هنروح نعمل نيو بروجكت، بس بيقول لك اختار المكان بتاعه واختار اسمه. مثلا خلينا نقول ان الاسم بتاعه مثلا تاتش مثلا. ايا يكن بقى، ممكن تعمل براوزنج بقى، ومجرد ان انت تدوس على البراوزنج وتشوف انت ايه عايز تحط البروجكت ده فين. في الطبيعي السكيب مود دي مش بتبقى معموله، انا هشيلها دلوقتي عشان اوريك اللي هيحصل. ادوس كرييت بس بيفتح لي البانل زي دي. بص سيبكم منها دلوقتي، انا هعمل لها سكيب ونخش على طول ايه على البريمير. المفروض لو انتوا لسه مسطبين البريمير جديد يبقى بالشكل ده. بس انا بحبه اكتر بصراحه بالشكل اللي هو الفيرتيكال، حتى لو انا هعمل فيديو مش فيرتيكال. جينا في اول جزء هنا فوق على الشمال بيقول لك اد يور ميديا. مجرد ان انت تدوس امبورت ميديا وتسحب الفيديوهات بتاعتك، او خلينا انا على طول مجهز الفيديوهات بتاعتي هاخدها اسحبها واحطها على طول ايه في الجزء ده كده. خلاص احنا كده جبنا كل الداتا، الفيديوهات اللي احنا عايزين نستخدمها اصلا في الفيديو بتاعنا. انا علشان ابتدي ان انا اشتغل محتاج حاجه اسمها سيكونس. السيكونس دوت يعني خلينا نقول ان ده الوعاء الكبير اللي انا بقطع فيه اللقطات بتاعتي. يعني انا باخد اللقطات دي يعني مش باخد اللقطه كلها، باخد منها جزء. انا عايز زي وعاء كده. نقول بقى مقاسه بقى الطول بالعرض 4K 2K HD كل الحاجات دي. ده ملخص كده السيكونس. طيب بنعمل كده ازاي؟ بنروح على المكان دوت كده يقول لك نيو ايتم او كليك يمين نيو ايتم سيكونس. طيب خلينا ان احنا نروح على طول HD 1080. خلينا نعمل فيديو كده 1080. طب ما كلهم 1080 ايه الفرق؟ 23 فريم 25 فريم. يعني ايه فريم بير سكند؟ يعني عدد الصور. هو الفيديو يا جماعه عباره عن صور ورا بعضها. الصور اللي ورا بعضها ديت لما تحط مثلا 30 صوره وليكن الثانيه الواحده ده اسمها 30 فريم بير سكند. بتلاقي الصوره مريحه للعين الى حد ما. طب لو هم 50 هتلاقي الدنيا سلسه زياده عن اللزوم، لان اصلا 50 صوره محطوطين في الثانيه الواحده. كل حاجه لها استخداماتها وكل حاجه ليها حاجاتها، فبلاش نستعجل على النقطه ديت دلوقتي. وخلينا نقول ان هي 29 9 و7 يعني بتبقى 30. يعني خلينا نقول ان هي 30 فريم عادي. عايزين نسمي الوعاء ده بتاعنا ايه؟ خلينا نديله اسم برضه عشان كل حاجه تكون منظمه. نسميه قط. طيب بعد ما عملت قط هلاقيه نزل هنا اسمه قط. طيب انا عايز بقى اخد كل اللقطات بتاعتي ديت احطها في تايم لاين. معايا حاجتين، اما ان انا اخد اللقطات دي كلها احطها في تايم لاين. باي ذا واي برضه علشان اللي مش عارف يعني ايه تايم لاين ده الحاجه. يعني انا خليني اشرح. لو انا مسكت فيديو كده حطيته هنا بيقول لي ان المقاس بتاع السيكونس اللي احنا عملناه مش نفس مقاس الفيديو. هل انت عايز تخلي السيكونس نفس المقاس بتاع اللقطه اللي انت حطيتها؟ ده ملخص الرساله. هقول له لا، انا عايز السيكونس زي ما هو. يعني المؤشر ده مكان ما بيتحرك ده يعني بيبين الحاجه اللي محطوطه هنا. يعني مثلا لو بدوس مسطره عادي يبتدي ان هو ايه شغال الفيديو يتحرك على الجزء ده من الفيديو. طيب الحاجه الثانيه ان احنا ممكن ما نسحبش اللقطه كلها، احنا عايزين ناخد جزء معين بس في اللقطه. ادوس دبل كليك عليها تفتح لي لوحدها في الجنب هنا كده. انا بقى بشغلها. يعني انا ممكن ما اسحبش كده، لا انا ممكن ادوس هنا او ادوس مسطره هي بتتحرك. طيب خلينا نشوف اكتر
حته احنا عايزين ناخدها من الفيديو. والله انا عايز مثلا ايه الحته لما الثلاث اهرامات بانوا، انا عايز ابتدي اللقطه بتاعتي من هنا، عايز ابتدي الحته اللي انا اخدها احطها في السيكونس من هنا. حاجه من الاثنين، يا اما بدوس على مارك ان يعني خلاص انا عايز بدايه الفيديو بتاعتي من هنا، او مثلا ممكن ادوس حرف الاي من الكيبورد. خلي بالكم ان الشورت كاتس هي مهمه جدا 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 فوق ما انتم متخيلين. بتسرع الشغل، يعني ممكن نقول بنسبه 50%. في ناس وهي بتبتدي في الاول ما بتتعودش على الشورت كات، فبتيجي في النص لما تلاقي نفسها عايزه بقى تتعود على الشورت كات تلاقي الموضوع صعب. لا، تعود عليه من الاول، تعود على موضوع الشورت كات ده من الاول. طيب انا حددت البدايه. طيب الان هي يعني ان حرف الاي بدايه، بديهي ان الاوت او انا عايز اخد اللقطه بتاعتي من هنا لحد فين اخرها. يا اما بدوس بقى على اللي هي مارك اوت اللي هي العلامه ديت، يا اما بدوس حرف الاو من الكيبورد عادي جدا. طيب انا خدتها. طب هل هي كده اتقصت في التايم لاين؟ لا، اتقصت في التايم لاين. يعني انا لو حتى مسحتها من هنا هي ستيل مفتوحه هنا، ده السيكونس بتاعي ملوش دعوه. طيب انا عايز باخد الجزء اللي انا قطعته ده، راح جاي واقف على الفيديو من هنا شده حاطه على التايم لاين. بص حته نفس الرساله برضو، بص الحته اللي احنا حطيناها صغرت. طيب انا عملت حاجه دلوقتي، انا عملت زوم ان وزوم اوت. لو انت جيت سكرول تعمل بالسكرول بتاع الماوس مش هيعمل زوم ان، ندوس الت نسكرول لفوق بنلاقيه ايه عمل ايه زوم ان. السكرول عادي بيوديك يمين وشمال، بس لو انا دوست الت بيعمل زوم ان وزوم اوت على التايم لاين ذات نفسه. مش بيطول مده حاجه، لا هو زي كانه بيعمل لي تكبير للتايم لاين. طيب خلينا نخش في النقطه اللي احنا جايين علشانها على طول. طيب انا اللقطه ديت مثلا 8 ثواني، يعني بصوا احنا شغلناها. طيب بصوا برضو انا لو عملت سكرول ان انا بعمل زوم ان وزوم اوت، ده حدود السيكونس بتاعي. اي حاجه بالرمادي هي مش معايا في السيكونس مش هتظهر بالفيديو اللي انا هطلعه في الاخر. طيب خلينا نحط بقيه اللقطات او خلينا نسرع الفيديو كده، وانا هقص الحاجات المهمه من كل لقطه واحطها على التايم لاين. طيب انا سريعا كده حطيت كل اللقطات بتاعتي على التايم لاين. طيب خلينا بقى نخش على حاجه تانية، انت اعمل قط. طيب خلينا اقول ان في انواع كتير قوي للقطس احنا ممكن نعملها تخلي الموضوع يبان ان هو سلس. هي الفكره كلها في القط ان انا اخلي الموضوع سلس للعين وللمخ. قبل العين ودي فهمناها يعني مش ترانزيشن. خلينا بس نفرق بين القط والترانزيشن. الترانزيشن هو بقى ان انا بعمل افكتات ومورفنج يعني في انواع معينه للترانزيشن بقى بتعمل افتر افكت وكده. بس اللي انا اقصده هنا هو انت هتبص لها في كذا نوع من انواع القط اللي احنا ممكن نستخدمها. يعني ايه الحاجه مثلا ممكن حاجه تحصل في الفيديو. في اشهر حاجه هي قطن اكشن. طيب انا جبت لكم هنا هو مشهد علشان اوريكم القط حصلت امتى وازاي. بص مثلا لو شغلت الفيديو دوت هتلاقي ان هو حد جاي، بس الاكشن شفتوا بقى الاكشن ده اللي حصل. وفي المشهد الاولاني رفع رجله، المشهد الثاني جه هو بيخبط الترابيزه. قطن اكشن يعني انا انت ما حسيتش اصلا، يعني انا لو شغلتها لك اصلا بص انت ما حسيتش ان في هنا قطعه. هو ده اللي احنا بنقول عليه الموضوع سموث زياده عن اللزوم. هو ده اللي تخلي مخك ما يفصلش في النص، هو ده اللي احنا عايزين نعمله بالظبط. علشان كده يعني لما نيجي نقول ان القطس هي البيز اللي احنا بنبني عليها، يعني تخيل احنا كده عندنا مبنى والاساسات بتاعته بايظه، مهما عملت ديكور مهما جملت في المبنى مهما المبنى هيقع. ليه؟ لان البيز بتاعه مش قوي. نفس الموضوع انا لو القطس بتاعتي من الاول مظبوطه ماشيه سموث، او انا عامل كل قطعه لسبب معين، لازم كل قطعه يبقى ليها سبب معين. لازم كل لقطه تاخد حقها، ما ينفعش ان اللقطه تزيد ولا تقل عن حقها. يعني خلينا نقول كده لو انا القطس بتاعتي مش مظبوطه ومهما بقى حطيت افكتات وترانزيشن القطس مش مظبوط، مهما عملت الفيديو مش هيبقى حلو حتى لو انت عامل فيه شغل جامد. عشان كده اهتم بالقطس. طيب انا عايز احس امتى اعمل قط؟ لما احس ان اللقطه خدت حقها. يعني ببساطه هو سنس، يعني خلينا نقول ان الموضوع بيجي بالممارسه وان انت بتتفرج كتير. علشان كده قدام شويه في الفيديو هنقول ان انت مش بتقلد. يعني انت لما تيجي تقلد حاجه انت مش بتسرقها، انت بتتعلم. يعني خلينا مثلا نقول انا مثلا بتفرج على، خد بالك من حاجه ان انا دلوقتي مش مثلا في ميوزك انا بقطع البيت او كده، هنشوف برضو ده في الفصل الثاني. انا بعمل حاجه صامته، ده اصعب كتير. يعني مفيش ريفرنس ليا، لا ده احساسي هو الريفرنس بتاعي. يعني خليني مثلا كده ابص على لقطه زي دي،
بس حسيت ان كفايه، حسيت ان انا محتاجه انقل، مش عايز اديها حتى جزء من الثانيه اقل من حقها ولا زياده عن حقها. ليه؟ عشان احس ان انا دايما مستمتع بالفيديو، مش ما فصلتش في النص. طيب خليني برضو كده اقطعكم معلش في النص اللقطه ديت مثلا. هروح لحاجه اسمها افكت كنترول. اللقطه دي زي ما قلنا ان هي 4K اصلا، والسيكونس بتاع الوعاء بتاعي هو فول اتش دي. فهتلاقي اصلا في اجزاء هي مش باينه. بصوا في حاجه اسمها سكيل، لو انا قللتها بعمل زوم اوت لحد ما اللقطه ايه تملى الكادر بتاعي. خلاص انا جبت الحاجات اللي ما كانتش باينه. انا كان متفرج. طيب انا عملت حاجه دلوقتي، دلوقتي خلاص انا شايف ان كده تمام. طيب انا بقى اقص ازاي في البريمير ده؟ يعني انا خلاص عرفت ان انا السنس بتاعي هو اللي هيقودني ونقص، وهوريكم دلوقتي. طيب علشان نقص جوه البريمير في كذا طريقه. اول طريقه ان انا اروح اجيب اللي هي الريزر تول، هو ادوس حرف السي، تمام، واقصها نصين، اسيب النص اللي انا عايزه، النص اللي انا مش عايزه بتك عليه، واروح جاي دايس ديليت من الكيبورد عادي، واروح جاي متك على الفراغ ده ومسحه. او في حل تاني اسهل شويه، ممكن ادوس عليه كليك يمين وادوس ريبل ديليت. هو عمل ايه؟ هو عمل الخطوتين اللي عملتهم في خطوه واحده. طيب في حاجه بقى اجمد واجمد، خلينا نرجع ورا كمان. كنترول زد بيرجع ورا عادي، ده زيه زي اي برنامج. كنترول زد، انا عايز اشيل الجزء ده كله مره واحده من اول ما انا واقف لحد اخر الكليب. بدوس حرف الدك، شورت كات سهلت 3 خطوات في خطوه واحده. طيب لا والله انا العكس، انا عايز اشيل كل اللي ورا ده، يعني كل الجزء اللي ورا دوت من اول ما انا واقف لحد اول الكليب. اعمل ايه؟ دوس حرف الكيو، كيو دبليو، هما الاثنين جنب بعض، هتلاقي ايدك اصلا بتروح لهم على طول. طيب خلينا احنا قصينا وتمام، خلينا نمشي مثلا ايه اللقطه دي بقى، هي ديت بقى هتلاقيها كانت 720 وانا السيكونس بتاعي 1080. طيب اعمل ايه؟ خلاص عايز اكبر السكرين شويه. هي هتبكسل شويه وكده، فكان ممكن من الاول واحنا بنختار الفوتوج ان احنا نختارهم كلهم اقل حاجه 1080. طيب خلينا نكمل. انا عايز ابدا بدي، بس انا حاسس اني تمام. بص ده مش عايز كل الباقي ده، يعني خلينا نبص كده. بس شفت الدنيا سهله، يعني هو احساسي هو اللي بيقودني دلوقتي، يعني اللي هو ايه، انا حاسس ان انا اكتفيت. ما حسيتش ان هي قصيره فانا ما لحقتش اشوفها، ولا لحقت ولا شفت ان هي طويله فانا مليت منها. يعني بص، بس يعني في حاجات كده اللي هو كفايه، بس خلاص انا عملت الكاتس وانا متمزج دلوقتي خلاص. اي نعم الستوري تيلينج في مشكله، يعني انا بس بعمل كاتس عشان اوريك احنا بنعمل كاتس ازاي. بس طبعا احنا ممكن نعيد ترتيب اصلا اللقطات دي تاني عشان نحس بالايقاع بتاع الفيديو. يعني خلينا ندي مثال مثلا. يعني احنا الاول بدانا بلقطه الاهرامات من فوق، طيب بعد كده دخلنا على التابوت من جوه. طب ليه؟ ما احنا ممكن نبدل اللقطه دي باللقطه اللي قبليها، نبدلهم ازاي؟ دول اسمهم لاير. اي حاجه تحط يعني مقسومه نصين، النص اللي فوق ده بتاع الفيديوهات، النص اللي تحت ده بتاع الصوت. كده كده احنا الفيديوهات دي مالهاش صوت، لسه هنجيب ميوزك ونظبطها. بس خلينا لو انا حطيت حاجه ده فوق اهو، ماشي تمام. لو انا حطيت اي حاجه تحته مش هتبان، خلاص هو مداري عليه، الا لو انا حطيتها فوقيه بقى. طيب هل هم 3 بس؟ انا ممكن اوصل للرقم اللي انا عايزه. ممكن امسك ده اسحبه في الحته اللي فاضيه فوق، عمل لي واحد رابع، واحد خامس. طب انا مش شايف اللي فوق ده، اسحب ده لفوق لتحت عادي، سكرول عادي. طيب لو انا عملت سكرول كده لا، هيوديك يمين وشمال. بس لو دوست كنترول سكرول هيطلع فوق وتحت عادي. طيب هل دي كده حجمها هيفضل كبير كده؟ عادي. لو حد اشتغل اكسل قبل كده هيلاقي الموضوع شبه الكولوم اللي في الاكسل عادي، بكبره واصغره. طيب في حل تاني، اقف على الجزء ده، بالك انا واقف فين، ادوس الت واسكرول، كبر ويصغر. طب لو انا واقف اصلا في الجزء ده ودوست الت، لا هيكبر ويصغر السيكونس اصلا كله اللي هو الجزء ده. طيب خلينا نكمل. انا قلت ايه؟ انا عايز ابدل اللقطه دي في لقطه تحت انا مش شايفها، تشوف دي ايه. ودي اللقطه بتاعت التابوت من جوه. خلينا بس نحطهم كلهم على نفس اللاير كده بحيث ان هم يمشوا ورا بعض، الموضوع يبقى اسهل من ريت ايه. طيب بس وبعد كده ايه اللقطه دي برضو انا حاسس ان هي مزونه شويه. طيب ما تيجي كده نعمل زوم اوت. فعلا هي كانت ايه 4K غالبا، واحنا زي ما قلنا بقى. طيب ما تيجي نبدا خالص في الاول خالص باللقطه بتاعت الطيور دي. طب انا عايز احطها في الاول، اعمل ايه؟ انا عايز ازق كل دولت، يعني كل الحاجات دي ازقها يمين واحط ده في الاول. بص تعالى الاول نقص اللقطه دي. بص انا عايزه ايه، ايوه هو بيعمل جناحه كده بس دوست دبليو خلاص. انا عايز احط دي في الاول، امسكها دوس كنترول حطها في الاول. هيزيح مش هيحطها بقى في يوم. انا لو ما دوست كنترول ايه اللي هيحصل؟ هيشيلهم خلاص. هو شال كل اللي تحته ليه؟ عشان انا حطيت فوقيهم.
مش حطيته في اللاير اللي فوقيها، لا ده نفس اللاير وحطيته فيهم فهو مسحه. كنترول زد. طيب لا انا عايز احطه في الحته، شوف الحته اللي مش باينه اللي مفيش فراغ دي، امسكه كنترول حطه في الاول بس. انا بدات باللقطه دي حاسسها طولت شويه، ممكن نقصرها بس دبليو قصرت بس. انا كده زي الفل. بس شويه صور للاهرامات. خد بالك بقى ان انت لما تكون بتعمل فيديو مثلا ليه غرض او ليه حاجه معينه بيبقى فيه ستوري تيلينج، فبيبقى اللقطات متركبه ورا بعضها بشكل معين. انا بصراحه دلوقتي ما عملتش ستوري تيلينج، انا بس خدت شويه لقطات عشان بس نشرح امتى نعمل كات. طيب احنا كده عملنا الكاتس وفهمنا الكاتس وفهمنا ان الكاتس بيفيدك للاحساس. في انواع معينه للكاتس، هسيب لينك في الديسكربشن تحت، خش اتفرج على المقاله بتشرح لك بالفيديو BIF انواع الكاتس بتاع. لو ما فهمتش حاجه ممكن تبعت لي على الانستجرام تسالني فيها وانا ان شاء الله اجاوبكم يعني. في اليوم الثالث والرابع هتعلم السينج، لان الفيديو من غير صوت مظبوط ملوش روح. طيب زي ما قلنا بقى ان الفيديو من غير صوت ملوش روح، تعالوا بقى نظبط موضوع الصوت بقى. انا جبت السماعه اهوت وهنخش بقى نظبط موضوع الصوت على طول. طيب انا عملت انسيرت للميوزك عادي شبه ما احنا بنعمل عادي، خلاص احنا عرفنا الموضوع دوت. اسحب ده واحطه بقى في الجزء ايه اللي تحت بتاع ايه بتاع الميوزك. تعالوا كده اسمعوا معايا الميوزك ديت. انا حاولت برضو اجيب حاجه قريبه وحاجه سهل ان احنا نلاقي البيت بتاعها. يعني ايه بيت؟ يعني هي النقطه العاليه في الميوزك اللي انا عايز اقطع عندها. في نقط كده عاليه، تعالوا بصوا خلينا نسمع. انا عارف ان هي شفت الاله دي اول ما دخلت، دي حته لازم اقطع عندها، ما ينفعش ان انا اقف. لازم ودني مع عيني يعملوا كده ميكس، يعني اللي هو ايه ده سمعت صوت مختلف او في بيت مختلف او في ايقاع مختلف، انا لازم ايه اعمل القط بتاعتي. ما تيجوا نشوف كده يعني، تعالوا نجرب كده مع بعض. بصوا تعالوا نزق كده كلهم قدام. بص انا بشوف من الويفا يعني. مش هقول ان انتوا المفروض تبقوا عارفين حاجه زي كده، بس يعني انتوا بس عشان في الاول، بعد كده هتلاقوا الموضوع سهل. تعالوا كده نسمع كلنا مع بعض. انا دوست مسطره بس عشان اشغل، يعني المسطره بتشغل وتوقف عادي. بص ايوه انا عايز من هنا بدوس حرف الام. ام ده عمل ايه؟ عمل لي مارك، يعني علامه. طيب عمل لي مارك فين؟ على السيكونس ذات نفسه. لو انا دوست على الكليب وقلت ام هيعمل لي مارك على الكليب ذات نفسه. انا محتاج المارك دي على الكليب ولا على السيكونس؟ بص مع الوقت هتكتشف يعني انت زي ما انت عايز، بس انا افضلها على الكليب. طيب انا عايز امسح الماركه دي، كليك يمين كلير سيلكتد مارك بس كده. خلاص يلا بص ده بيت. اسمع معايا. بص شفت النقله ديت؟ دي كمان ماركايه يعني. ايوه شفت الطلعه دي كمان؟ دي كمان ماركايه اهو ام. مش نعملها فوق نعملها على الكليب ام، وهكذا. الكليب ده سهل، يعني سهل ان انا الاقي البيت بتاعته لان هو مستخدم آلة او اتنين، فالموضوع سهل. لا بيبقى في حاجات بقى فيها كذا آلة الموضوع بيبقى صعب. طيب ما تيجوا كده نشوف لو احنا بقى ظبطنا الكليبات. انا اصلا لما بشد يعني انا بشد بطول الكليب عادي كده، انا بطول. هو بيسناب اوتوماتيك، يعني اول ما اقرب من المارك دي هتلاقيه هو ايه زي مغناطيس كده بيمسكها مني. طيب تعالوا نزق كل ده قدام. عايزين اللقطه الثانيه ديت تبقى لحد هنا، واللقطه الثالثه ديت تبقى من الاول خالص لحد هنا. طيب خلينا نشوف كده ايه الدنيا. ايوه محتاجين بقى نحط اللقطه اللي بعديها هنا كمان عشان برضو نحس حسيته بالموضوع. يعني الموضوع لما اتحط فيه ميوزك عرفتوا ليه الميوزك اسهل، لان هي الجايد لاين بتاعي دلوقتي. طيب هو من غير ميوزك هو مفيش جايد لاين، يعني مفيش حاجه مش عليه، الا بقى لو انت عندك فكره معينه في دماغك حابب تطبقها او حابب تعملها بتبقى بقى بالساوند افكت. مش ان انا احط ميوزك تبقى انت عاملها بقى بالساوند افكت بتاع حاجات سريعه. يعني وانتوا بتتفرجوا كده اكيد هتشوفوا حاجات من دي. بس يعني ده ببساطه انا محتاج اثينك واشوف البيت العالي فين او الاله اللي دخلت الجديده. في ميوزك معينه هتلاقي البيت بيتكرر كل فتره، يعني كل فتره معينه ممكن يبقى اطول ممكن يبقى اصغر، ده عشان هو بطيء فتلاقي الدنيا ممطوطه معايا شويه. في حاجات سريعه يعني مش هتلاقي مثلا المده دي كلها. يعني مثلا احنا هنا اول كليب ده خد 3 ثواني و4 ثواني تقريبا.
في ميوزك تانية انت يا دوبك نص ثانيه، حرفيا نص ثانيه. ليه؟ لان هو سريع. وخد بالك من حاجه، ان انت لو ظبطت السينك بين الميوزك وبين اللقطات اللي عماله تتغير او الكوتس اللي انت بتعملها، دي هتنقل الفيديو في حته تانية خالص. ساعتها بس انت هتحس بالفيديو. وخد بالك ان حاجه زي كده انت بتتعلمها بالممارسه، كل ما تمارس اكتر كل ما تلاقي الموضوع ماشي معاك وسهل اكتر. اليوم الخامس هعمل اول ريل كامل ليا. طيب بعد كده هعمل اول ريل ليا. خليني اعمل اول ريل ليا زي ما احنا عملنا، يعني تقريبا احنا حطينا البيز بتاعه. فيديو بسيط جدا. والله بقى انا ممكن اعمله بالطول، ممكن اعمله بالعرض، يعني ممكن والله نحول الفيديو دوت ان هو ينزل على الانستجرام. هو ينفع؟ يعني احنا عملنا السيكونس بالعرض، هنرجع نعمله بالطول تاني؟ هو يا باشا عادي، ايه المشكله؟ كل حاجه متاحه معانا، ما تقلقش. اروح للسيكونس بتاعي، لو انتوا فاكرين انا سميته كوتس، كليك يمين، سيكونس سيتنج. انا هنا السيكونس بتاعي مقاسه اهو فريم سايز 1920 1080. لا والله انا مش عايزه 1920 في 1080. هو المفروض يبقى كام بالطول؟ يعني لو انت مش عارف هتخش تسرش، بس انا اقولها لك، يعني حاول تكتبها برضه عشان ما تنساهاش. تبقى 1080 في 1920. ده بص بيقول لك انت متاكد ان البريفيو بتاعك هيتغير عشان الكليبات اللي موجوده مختلفه؟ اقول له اه يا عم متاكد. بس ايه اللي حصل؟ احنا عارفين طبعا احنا هنعمل ايه. يعني احنا هندوس على الكليب كده ونروح للقائمه اللي هي افكت كنترول ونكبر السكيل شويه عشان الحتت السمراء دي ما تبقاش موجوده. نفس الكلام هنا. بس هنا هيقابلنا مشكله تانية دلوقتي، هي الاهرامات اختفت. هو بس بزوم على الحته اللي في النص؟ لا، هتلاقي فوق السكيل حاجه اسمها بوزيشن. رقمين، رقم بيحركك بالاكس اكسس اللي هو بالعرض، رقم بيحركك بالطول. احنا كنترول زد احنا مش محتاجين غير اللي هو ايه بيحرك بالعرض دوت، بحيث ان الثلاث اهرامات يكونوا موجودين في الكادر بتاعي. هو بس الميوزك محتاجه كمان كليبين ثلاثه. طيب انا عايز اقفله لحد هنا، انا مش عايز الفيديو يبقى اطول من كده، يعني خلاص احنا وصلنا 27 ثانيه، نعمل ايه؟ بص في كليب زي دوت الموضوع سهل. يعني خلينا متفقين. هقول لكم نعمل ايه في كليبات تانية وفي طرق تانية، يعني بيبقى دي طرق تانية نقفل. انا هسحب الميوزك كاني بسحب الكليب عادي بس لحد هنا. طيب هل هيقفل مره واحده كده؟ بص رخمه صح؟ في حاجه بقى اسمها لو انا وقفت هنا كليك يمين الديفولت ترانزيشن، بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الميوزك تقفل واحده واحده، يعني بيقلل الصوت بتاعها واحده واحده. وانا خدمني ان اصلا الميوزك ذات نفسها تستخدم آلة هاديه، يعني كاني بقفل، يعني كاني بمهد للقفلات. طيب انا عايزه، انا لو مسكت المربع ده وشديت ورا شويه، لا انا عايزه بقى من اول هنا كده، اول ما هي هديت تبتدي تهدي الدنيا. انت كمان اسمع كده، شفت؟ قفلت سموز، يعني كاني بقفلها سموز. طبعا انا عايز اللقطه برضو تبقى نفس الكلام. هل لو انا كليك يمين ديفولت ترانزيشن هتعمل كده؟ اه تقفل برضو كده. بس ادي بكل بساطه. يعني ممكن بقى انتوا تجودوا عليه، مثلا لو انتوا حابين تعملوا برضو حاجه زي كده. والله انا ممكن، بص في حاجه هنا اسمها تايب 2 عادي، يعني انا ممكن امسكها كده واكتب هنا مثلا، اكتب ايجيبت. تمام، بس ايجيبت. صحيح احنا دايما بنستخدم السلكشن تول في، بدوس في عشان السلكشن تول دي اللي انا بستخدمها وبشد بيها وبنزل بيها. لو انا رحت للريزولت تول اللي انا بقطع بيها، يعني ممكن احتاجها في وقت من الاوقات فاكرها، ديت السلكشن تول اللي انا بحدد بيها بشد بيها بنزل بيها. نفس الكلام التايب تول، خلاص انا كتبت بيها، ارجع للسلكشن تول حرف الفي، بعد كده امسك ده واحطه بقى مكان ما انا عايزه. بص هتلاقي فيه حواف كده، فيه نقط كده. انا لو وقفت عند النقطه اللي عند الكورنر دي وشديت لبره هكبر صوت. فاهمني؟ ممكن اعملها بالسكيل، يعني هي في فروقات بس يعني ما تشغلش بالك بيها دلوقتي. بس اكتب ايجيبت. طيب والله انا الفونت ده مش عاجبني، طب اعمل ايه؟ دوس عليها دبل كليك وروح في قائمه اسمها البروبرتيز. طيب لو البروبرتيز دي اصلا مش موجوده، اروح عند ويندو وانزل، اروح عند ويندو وانزل، هلاقي حاجه اسمها بروبرتيز اهي، اضغط عليها. هي معموله عن صح، عندك مش هتلاقي معموله صح، بس انت مجرد ما تضغط عليها هتوديك فيه. روح للبروبرتيز، بس بقول لك اختار الفونت. والله تعالوا نختار فونت شويه، ده فونت قوي بصراحه. يعني اختار مثلا يعني عادي. بس ممكن اكبر بقى الفونت سايز من هنا برضو، يعني لو حد استخدم وورد قبل كده او برامج كتابه هيلاقي الموضوع سهل. بس برجع للسلكشن حرف الفي، احركها بقى مكان ما انا عايز. بص برضو هي نفس الكلام، بس انا عملت ايه؟ انا حطيتها فوقيهم وهم باينين علشان انا هي ايه متفرغه، يعني هي مش فيديو مثلا كامل فغطى على الصوره كلها، لا. طيب انا عايزها تبتدي من الاول خالص، شدها لحد ما تبتدي من الاول، بس انا عايزها تختفي مع اللقطه الاولى. يعني ما اعمل كده
اكتب ايجيبت بس، انا وقفتها مع نهايه اللقطه الاولى. بس انا كده الى حد ما عملت فيديو لذيذ لطيف، يعني الدنيا ماشيه زي ما بيقولوا زي السكينه في الحلاوه. انا لو عرفت ان انا مثلا في اليوم الرابع والخامس اقدر ان انا اجرب بقى كل انواع الميوزك اللي انا حاببها، كل ده هلاقي الموضوع سهل معايا، هلاقي ايدي مشيت في الموضوع بشكل اسهل. خد بالك ان اول ريل مش شرط يبقى تحفه، بس لازم ينزل. خد بالك من النقطه دي، خد بالك ان انت عندك حاجه من الاثنين، يا اما انت تكون خلاص انت تمام بالنسبه للفيديو ده وتنزله، او تستنى تعدي اليوم السادس وهتيجي في اليوم السابع كده كده، يا اما هتقفل الفيديو ده وتكمل عليه وتنزله، يا اما هتكريت فيديو لازم ينزل. وخلينا نكمل وهتشوف الموضوع ده. اليوم السادس مش علشان اقلد حد، اليوم السادس علشان افهم. تقليد في المونتاج مش سرقه، تقليد مرحله تعليم. لما تشوف فيديو عجبك وتحاول تفهم ليه القط دي هنا، ليه اللقطه دي قصيره، ليه الميوزك دي دخلت في الوقت ده بالذات، انت كده بتدرب عينك مش بتسرق. تختصر على نفسك شهور تجربه. علشان كده انصحك تختار ناس شاطرين فعلا وتفهم المنطق بتاعهم، مش تنسخ النتيجه. انا هسيب في وصف الفيديو ده شويه اكونتس شغلهم حلو فعلا ممكن تتعلم منها. ولو شفت فيديو عجبك وحابب نفكه سوا ابعتهولي في الانستجرام، ممكن نحلله سوا او نعمل بيه فيديو كامل نستفاد بيه كلنا. النهارده مش هنتعلم حاجه جديده، احنا هنستخدم كل اللي احنا اتعلمناه. قصيت، ظبطت صوت، فهمت ايقاع، شفت شغل ناس شاطرين فعلا. دلوقتي اعمل اول فيديو علشان تنشره. مش لازم يبقى كامل، مش لازم يبقى تحفه، مش لازم يبقى 100%، لان التطور الحقيقي مش بيجي من الفيديو المثالي، بيجي من الفيديو اللي اتنشر واتشاف واتاخد فيدباك عليه. اول فيديو هتنشره هو اصعب فيديو، بس بعد كده كل حاجه بتبقى اسهل. وتعلم وكمل. الاسبوع ده كان بدايه مش النهايه. دي كانت خطة ال7 أيام، لو طبقتها بالحرف هتشوف فرق كبير قوي في أسبوع واحد بس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو. ولو عندك أي فيدباك أو كومنتس ممكن تسيبه في الكومنتات تحت وأنا هبص على كل الكومنتس اللي تحت. وما تنساش تتابعني على الانستجرام، هناك بنزل محتوى حلو قوي هيعجبك. هسيب برضو لينك الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن تحت. وأهلا بيك في بداية الرحلة.